مساء الفل على بتوع الكوره. وماتش الاهلي وسموحه، الاهلي مع كولر اللي بيكسب باداء، مش بيكسب بس، الاهلي مع كولر اللي بيكسب بسكور، الاهلي مع كولر اللي بيكسب بكلين شيت. عايز اتكلم في نقطتين بس. النقطه الاولى هي كامل الدعم لكولر لاي اختيارات بيختارها واي لعيبه بيقعدها على الدكه. النقطه الثانيه هي اعتراض من وجهه نظر شخصيه بس مش اكتر، ومش تعديل على كولر بس. انا محمد شريف لو احسن لاعب في العالم مش هلاعبه مركز جناح الشمال. لو حط 20 جون في الماتش مش هلاعبه برضه في نفس المركز. نفس الكلام لخالد عبد الفتاح. مش معقوله يكون عندي ايمن اشرف ومحمد اشرف وكوكا اشرف ولاعب باك يمين باك شمال. فالنقطه دي انا معترض عليها شويه، لكن كامل دعم الكولر طول ما هو بيقدم الاداء ده والنتائج دي. وندخل في الحالات. حابب اتكلم على كوره بيلعب عليها الاهلي الفتره اللي فاتت وجا منها جون فاركو الاول الماتش اللي فات، والنهارده كهربا ضيعها تقريبا من جوه الجون. الفكره الثانيه هي استخدام لعيب من نص الملعب في الزياده الهجوميه اللي كان بيعملها الفتره اللي فاتت حمدي فتحي، وجا منها جون في ماتش الزمالك وجا منها جون في ماتش بيراميدز بوجود اللاعب رقم 8 في المكان ده وتحركه للمكان ده. هنا الكوره عدت من السوليه فبيكون الجناح فاضي تماما، وقدر فعلا شريف يستغلها كويس جدا وحط جون عالمي. نفس اللعبه هنا بس مش عارف ليه بيرسي تاو استعجل ولعبها بشكل مختلف. هتلاقي ان كهربا سحب الاثنين مدافعين معاه والباك راح على الاوتوماتيك مع اللاعب رقم 8، والجناح برضه بقى فاضي تماما بس بيرسي تاو ما لعبهاش صح. الكره اللي بعد كده بتعري ديانج شويتين في فكره لمسته في الجزء الهجومي. يعني هنا اي لعيب في العالم هيشوطها، ولو رجلك ضعيفه او فاقد الثقه في نفسك او الاي كيو عندك عالي قوي هتلعبها لشريف اقل حاجه. لكن ديانج اخد قرار مش في الكوره اساسا ولعبها لهاني اللي بره اللعبه اصلا. واخر لعبه معانا البيرسي تاو اللي لو رفع وشه شويه بس هيلاقي شريف لوحده تماما قصاد الجون، والاثنين المدافعين مديين ظهرهم لشريف وبيجروا مع كهربا اللي جاي اساسا مندفع وقرب جدا من الجون فهيكون مزنوق ان هو يحطها. فالعقل بيقول لك العبها للي جاي مستريح. وندخل في التقييمات. حابب ابتدي بكابتن الشناوي اللي ما كنتش حابب اجيب سيرته النهارده بس هو اجبرني ان انا اتكلم عليه. اول حاجه كان هيلبسنا طرد في اول الماتش في الكوره بتاعت حسام حسن. الكوره كانت متطرفه جدا ومحمود متولي كان هيلحقه. طالع كل ده ليه؟ الكرة اللي بعد كده برضو في اخر الشوط الاول كانت كرة خطيرة جدا، ولو اي لمسة كانت هتدخل جون. اتفاجئت ان الشناوي متسمر تحت الجون مش عايز يتحرك معرفش ليه. وعشان يكمل التابلو بتاعه كابتن الفرقة بتاعتنا اللي في الدقيقة 91 مش قادر يتحكم في اعصابه، والحكم واقف قدامه يروح يدي بوكس في وش اللعيب بتاع سموحه. يا كابتن شناوي ارحمنا شويه. لمحمود متولي اللي بالنسبه لي من نجوم الماتش وجوده فارق جدا جدا مع الاهلي. لمحمد هاني اللي لازم نشيد بيه، مستواه الصراحه في الشق الهجومي او الشق الدفاعي اتطور جدا، بلوكات وتمركز صح وبيلعب بدماغه دلوقتي وحاجه منتهى النضج، وكمان مشاركه هجوميه. يعني تقريبا الجونين النهارده هو اللي مشارك فيهم بشكل اساسي. وخالد عبد الفتاح اللي بصراحه كل ما بيلعب بيبهرني، مهما بتلعبه في اي مركز بحس ان هو مالي مركزه. لعيب قوي، لعيب سريع، لعيب واقف على رجله واثق من نفسه. حابب اشوف خالد عبد الفتاح اكتر من كده شويه. مروان عطيه كان في سنه ثقه زياده وكان متدلع شويه زياده النهارده. وعمرو الطوليه كعاده الماتشات اللي فاتت مش لاقي له لازمه في الملعب. اليو ديانج اللي عمل ماتش ومجهود جبار النهارده بصراحه، وانا شخصيا بفرح جدا لما ديانج يسترجع مستواه. ومحمد شريف اللي تاني ماتش على التوالي بيتالق وبيحط جوان شكلها حلو ورجله مظبوطه على الجون، اتمنى يثبت على المستوى ده. وكهربا طبعا اللي النهارده ما كانش عاجبني خالص. اللعيب باين على وشه قله الشغف، تحس ان شغفه ميت. لعيب عارف انه احتمال ما يلعبش لاخر الموسم، فنفسيته ورجله حتى هو مش في مود الكوره اساسا. فاتمنى ان احنا نقدر نحل مشكله كهربا دي في اسرع وقت، لانه من اهم لعيبه الاهلي حاليا وحل مشاكل كتير في الجزء الهجومي. كفايه ان هو مفوق لشريف حتى وهو مستمر كل ماتش تقريبا جون او اسيست، عامل خطوره، عامل شكل الهجوم الاهلي. اتمنى نحل مشكله كهربا في اسرع وقت. ونختم ببيرسي تاو اللي راجع يختفي تاني. مفيش اي حاجه بيعملها في الماتش، مفيش تسديد، مفيش يعدي. تقريبا في الماتش كله ما عداش غير كره واحده. فين بيرسي تاو بتاع ماتشات الساعه 3 العصر؟ فين بيرسي تاو اللي بيروح بوشه يعدي واحد على واحد؟ اتمنى تفوق عشان ما نرجعش تاني ندخل في الدوامه بتاعتك. وبكده نبقى وصلنا للنهايه. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات واعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الحلقه الجايه على خير.